سلام الله عليكم غالياتي، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم تشوفوا معنا في هذا الفيديو. صلوا على الحبيب المصطفى، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقبل ما نبداو في الفيديو نقول للمشتركات جدد مرحبا بكم في القناة، نورتوني وشرفتوني وفرحتوني بحضوركم. كما راكم تشوفوا الصورة راهي تتكلم، جبت لكم الوصفة تاع شارك العريان، وصفة جزائرية تقليدية اللي يحبوها كامل الجزائريين. كانت عندي طلبية كما راكم تشوفوا الكمية كبيرة وما حبيتش نبخل خياتي، قلت معليش، كنت شوية مزروبة بصح قلت معليش نصور معاهم الفيديو، مع انه التصوير راح يعطل وانا كنت مزروبة بصح معليش قلت نصور لخياتي. جبت لكم الوصفة هذه بكل تفاصيلها بكل أسرارها، مديت لكم كامل الأسرار في هذا الفيديو باش يخرج لكم شارك العريان، يخرج لكم طري، يخرج لكم مبسس، ويجيكم على حبة كيما راكم تشوفوا في الصورة، راكم تشوفوا جاي كامل على حبة وما يتكمش لكمش في الفوغ. ان شاء الله ما راح نبخل عليكم بحتى حاجة، مديت لخياتي كامل الاسرار اللي باش ينجح معاكم هذا التشارك. وتبعوا الخطوات، تبعوا الخطوات، ما راحش يخسر لكم وراح ينجح معاكم من اول مرة. على بالي بلي بزاف منا اللي يخدموا التشارك وتخرج لهم حاجة شابة، بصح كاين المبتدئات اللي ما يعرفوش ويحبوا يخرجوا حاجة شابة، كاين اللي يحبوا التشارك وما يعرفوش يخرجوه، كما نقولوا حنايا الشكل تاعو شباب ومبسس. مالا حنايا ما نبخلوش خياتنا المبتدئات بالوصفة. هنا كما راكم تشوفوا كيلت نص كيلة تاع زبدة مارغرين ونص كيلة تاع سمن. كما راكم تشوفوا هنا المارغرين درتها في الميكرووند باش غير تدفى برك ماشي باش تذوب. دفات هي الأولى طرات تبقى لي سمن، عاود دخلته طريته في الميكرووند باش ولا غامولي بدرجة حرارة الغرفة وزدت دوك تشوفوا كيفاش زدت الكمية تاع الزيت اللي زدتها هنايا كانت عندنا كيلة غير صبع تاع مرقارين وسمن، كملناها هذاك الصباح كملناه بالزيت، وزدنا هنايا ربع كيلة تاع السكر. نديرو السكر حب ما نديرو سكر كلاصي ولا حياطينا هذيك القرماشة، هذا سر من الأسرار. ولا ليفور كيما شفتوا ما درناهاش هذيك لافاني ماشي لا ليفور هنايا، هذه لافاني درتها لي حب يزيدها لي حب ما يزيدهاش، كل واحد وال والقو تاعو اللي يحبوا. كما كنت قلت لكم على السكر، هنايا السكر ما نديروش سكر كلاصي، ما راحش يطول معانا هذيك القرمشه، بصح كي نديروا سكر العادي اللي نشربوا به القهوه هذيك راح تمد لنا هذيك القرمشه وتشد معانا شويه. وهنايا درنا الكيله الاولى تاع الفارينه كيما شفتوا، عندنا كيله تاع عيدام مع 3 كيلات فارينه. هنايا الكيله راهي معمره تاع الفارينه، ونبداو نلمو. قلت لكم باذن الرحمن راح نمد لكم كامل الاسرار، ما نبخل عليكم بحتى سر. ان شاء الله اي وحده تجرب هذا التشارك ينجح معاها، واللي ما نجح لهاش تخلي لي في التعليقات تقول لي ما نجح ليش، واللي نجح لها اكيد ثانيك تخلي لي وتقول لي راني درتو ونجح معايا. هنايا زدنا الكيله الثالثه تاع الفارينه، ونكملوا نلموها ونخدموها بين يدينا. شوفوا كيفاش نخدموها كيما الغريبيه حتى تولي القوام تاعها تاع الغريبيه. شفتوا الغريبيه كيفاش تجي؟ دوك تشوفوا كيفاش تولي تخدموها مليح، تدخلوا هذاك اليدام في الفارينه مليح بالسخانه تاع يديكم، راكم تخدموا وراكم تلموا فيها. دوك تشوفوا القوام كيف يولي. هاي ليك هنايا رانا خدمنا مليح هذاك السمن مع الفارينه. هذا ثاني سر من الاسرار تاع نجاح التشاركي، لازم تخدموا مليح هذاك اليدام تدخلوه في وسط. شوفوا كيفاش تولي كي الحبه تاع كي الاخر تاع الغريبيه. شوفوا كيفاش نكوروها بيدينا، شوفوا كيفاش تتلم. هنايا خلاص هنا نروحو نجيبو حبة بيض وصفار بيضة. حنا كنا درنا 500 غرام بين الزيت وبين السمن والزبدة، نديرو لهم حبة بيض وصفار بيضة نخلطوهم. وهنا كنت كيلت كيلة تاع ما زهر مع الماء. هنايا درت شوية في هذا البيض باش ما يبركسليش في الفرينة تاعي، ما يديرليش هذيك الحبيبات. زدت له شوية ما زهر وراني نضيف فيه للخليط. وهنايا لا ليفور ما كملتها. شوفوا درت زوج مغارف هذوك الصغيورين هذوك ماشي المغرفات كبار، خاطشي الباكيت تاع لا ليفور يرفد زوج مغارف تاع قهوه هذوك وشغل اللي ملاح، بصح هذولا لا درت زوج مغارف هذوك الصغيورين. تبقى لي هذيك شويه ما نكملهاش ونبدا نلم. هنايا نكملوا هذاك البيض تاعنا مع الماء زهر ونكملوا نلموا. دوك تشوفوا شحال ندو من الكيله تاع الماء زهر، ما راحش نكملوها كامل، وكل وحده على حسب الفارينه تاعها. اللي الفارينه تاعها تشرب ما راحش تكمل الكيله، واللي الفرينة تاعها ما تشربش قادرة تكمل الكيلة تاعها. هنا شوفوا كي وين تنحبسوا.
هنا نبقاو نزيدو في المزهر ورانا نخلطو، نزيدو المزهر ورانا نخلطو وما تخافوش. الكاطو تاعكم التشارك تاعكم راهو مطمن، راهو فيه كمية معتبرة تاع ليدام. نبداو نخلطو ودرك تشوفوا كيفاش نديرو باش نعرفوا اذا خلاص كملنا ولا مازال. هنا شوفوا واش نديرو تجربة، نكورو حبة، شوفوا كيف راهي مشقة، هنا معناتها مازالت مخصوصة الماء زهر والماء. نزيدو نكملو نزيدو ونخلطو ونشوفو، نعاودو نديرو التجربة لتاني مرة، نزيدو نعاودو شغل نكورو بيدينا حبة صغيرة ونعبزوها بصبعنا ونشوفو اذا تشقت ولا ما تشقتش. هنا رانا زدنا ولميناها، دوك نعاودو التجربة ونشوفو. هذه هي ثالث سر هذا باش يجيكم ثاني تشارك. ها هي الطريقة باش تعرفوا انت تحبسوا. شوفوا هنايا ما تشقتش معانا، هنا معناتها دات حقها تاع اليدام. شوفوا كيفاش درنا لهنا ما تشقتش ثانيك معانا. هذه الطريقة نديروها ونشوفوا اذا شفنا العجينة تشقت معناتها مازالت مخصوصة ما. هنا العجينة ما تشقتش معانا معناتها خلاص دات حقها تاع الماء، ما نزيدولهاش. هنا نحطوها نخلوها تريح ونعاودو نولو نديروها كريات نوزنوها وزن 30 غرام باش تجيكم الحبه مليحه، ما تجيكم كبيره ما تجيكم صغيره، تجي الحبه تعمر العين. وهنا نروحو نجيبو اللوز تاعنا نديروه في الاشوار، نكونوا ديجا طحناه من قبل. واللوز تاني رابع سر، اللوز ما تحمصوش بزاف. اللوز اذا حمصتوش هذيك قسمه تنحالو برك هذاك شويه هذاك تاع الندا، اذا حمصتوه بزياده راح يطلقوكم الزيت وتجي لا فاص تاعكم يابسه. هنايا درنا 5 كيلو تاع اللوز بكيله تاع السكر ودرناهم في الاشواغ نطحنو كيف كيف، وزدنا جينا هنا زدنا لهم غرفة تاع الزبدة مارغارين، واللي عندها زبدة دير الزبدة. وهنايا شوفوا كيف رانا نلمو في لافاغس تاعنا، ومن بعد نجيبو المزهر نبداو نلمو. ما نخلوش العجينة تاعنا يابسة وما نديروش العجينة تاعنا بزاف، هي ماهيش فيها السكر بزاف، انا ما عرفتش تجرى لنا. المهم حنا نعسو العجينة تاعنا، ما نخلوها تجرى، ما نخلوها يابسة. اذا كانت يابسة نجو من بعد كي تنشف نجو نحلوها، ما تحبش تنحل تجيكم لافاغس ثانيك يابسة. صافي نتوما ديروها تحسوها بلي راهي طريه في يدكم. شوفوا القوام تاعها كيفاه يولي، شوفوا لافاغ تاعنا كيفاش يولي مع اللي زيد تشرب شويه. هذيك هي دوك نخلوها حنا تشرب، ما راحش نخدموا بها دوكا. هذاك اللوز يشرب هذاك الماء ومن بعد نخدموا بها. ها مليك الكريات وزناهم وزن تاع 15 غرام. شوفوا كيفاش نديروا لهم، نديرهم حرابش طوال هكذا، نوجدوهم نحطوهم في طبسي. الكميه اللي عندنا، انا كنت خدمت كميه كبيره بصح هذه كنت نخدم بالعقل ونحط. حطوا 10 15 وحده وجدوها وبداو تخدموا هكذا باش تجيكم العمليه سهله. جيبوا هذيك البوله تاعكم تحلوها، شوفوا العجينه كيفاه راهي طايعه ما شاء الله. شتو العجينه كي تكون شابه ما تتعبكمش. العجينه كي تعود شابه تبعوا الطريقه هذه راح تخرج لكم عجينه كيما هذه. شوفوا كيفاش ما تتعبكمش تخدموا بها حاله، ما تعياو ما تعبكم ما والو. شوفوا كيف راني نخدم فيها، راهي تنحل وحدها، ما راهي تلصق، ما راهي تعاود تولي، ما فيها هذاك لاستيك ما فيها والو. تحلوها كيما تحطوها كيما تبقى. شوفوا كيفاش راني نرولي فيها، ما تعبتنيش كامل راني نخدم بها عادي. شوفوا راهي تمشي وحده عجينه طايعه ما شاء الله. علاش؟ خاطش عرفنا كيفاه نخدموا العجينه نتاعنا، عرفنا المقدار تاع الماء، عرفنا المقدار تاع السمن، درنا لها كل حاجه حقها. العجينه كي تعطي لها حقها هي ثانيك ما تعبكش. شوفوا هنا كيفاش راني نخدم فيها. درت لها الحربوش هذاك درتو الداخل وروليتو. شفتوا كيفاش روليتو هكذاك، درتو شحال من روله، شحال روليتو شحال من الخطره باش يجونا هذوك الطيات. شفتوا هذوك الطيات اللي كانوا يبانوا يجيكم شغل رولي من الداخل ونخدموها. انا بعد جينا سهله. شوفوا كيف نشكلوها. انا ما نخدمش هكذا، انا وريت لكم برك كيف نشكلها. انا نحل العجينه، نوجد هذوك الحلاب باش نحطهم بجهه، ومن بعد نلم نقيس 10 15 تكون ريحت العجينه. فهمتوني؟ ومن بعد كي تشكلوها تجيكم ساهله كي تجي تروليوها. هذا ثاني سر من الاسرار باش ما يتعبكمش التشارك. كيما على بالكم التشارك يشد اليد، يتعب بزاف. خدمتو شويه صامته. حنا لازم نلقاو الحيل باش ما يتعبناش، لازم نتحايلوا معاه باش نسيو كيف نخدموا اكبر كميه في وقت قصير. هنا شوفوا كيفاش راني نحل فيها. شفتوها كيفاش العجينه سهله، شفتوها شحال جات سهله العجينه ما تتعبش. ماشي من النوع تاع العجينه اللي تحليها وهي تعاود تولي. شوفوا كيفاش درنا لها هذاك الحربوش الداخل. هكذا نبداو نروليو غير بالعقل. راني زدت عاودت معاكم، بالك كاين كنت نهدر وكاين بالك اللي ما فاهموش مليح. شوفوا كيفاش رانا نرولي فيها. شوفوها العجينه كيفاش جات، بقاو تروليوها باش يجيكم كي الرولي الداخل، شغل كي السيجار موليه الداخل تجي، وتجي الداخل مقرقشه وتجي طريه، ما يجيكمش معجن الداخل، يجي طايب الله الله. وفيه لا ليفور، ما ننساوش بلي راه فيه لا ليفور ثانيك. ما فيش كميه كبيره بصح نغلقوها. شفتوا هذوك التاليه هذيك ديجا بلاطيناها رققناها باش ما تعذبناش، ونغلقوها هكا مليح. ونزيدو كي نجيو نخدمو نديروها من تحت، ما نديروهاش نسيو كيفاش نحوسو عليها. هذه لازم دائما ننتبهوا. هذاك الخط نقلبوه، ما نديروش الفوق مع كي طيب تنحت تولي تبان لنا من الفوق. لا لا، هذيك دائما نقلبوها هي من تحت.
هذيك وين غلقنا. راكم تشوفوا هنا، شوفوا كيفاش راني نستف فيهم، نستفهم هكذا. اللم قيس 15 ولا، ونبدا بعد نخدم، خليهم هنا شوفوا، خلوهم هنا يريحوا. راكم تشوفيهم كي خليناهم هكذا يريحوا مع العجينه شغل تنطاع عجينه سهله. شوفوا كيفاه نشكلوها مليح، شغل نرقوا لها كامل الاطراف. هنايا شو بعد واش درت لها هنايا ثاني كسر هذا واحد اخر، طلعتها الكونجيلاتور لمده تاع 15 دقيقه ولا نص ساعه، باش كي نجي ندير لها البيض من الفوق وندير لها الكاوكاو ما تعوجي ليش، تبقى هي كيما شكلتها كيما تبقى. هذه باش ما تعذبناش كي نعودو نخدموا فيها. انا جبت حبه بيض، شغل ضربتها شويه بيدي، وجبت البانسو نطلوه بالبيضه كامله، شغل نطلو بها هاذوما التشراكات. شوفوا حنا رانا شكلناهم مليح، شوفوا كيفاش بوانتيناهم مليح من الأطراف، نرقوهم مليح من الأطراف. علاش؟ خاطش فيهم لا ليفر راح يزيدو ينتفخوا معانا شويه، ماشي حاجه كبيره. والسر الثاني ثاني حنا كي نديرناهم هكذا وطلعناهم الكونجيلاتور، ومن بعد واش نديرو؟ نخلوهم يباتوا ليله كامله. علاش؟ شغل باش هذاك كيما نقولوا حنا هذاك العلك هذاك شغل يريح. نهار اللي تدخليهم في الفوغ يطيبوا ما يعاودوش يتعوجوا، ما يعاودوش ينحلوا، يقعدوا كيما تحطيهم يبقاو هكذاك. وشنو تنتفخ هذيك شويه برك قيس لا ليفيو. هذا ثاني سر من اسرار نجاح التشارك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الاسرار هذو، طبقوا كامل هذو الاسرار وهذو الطرق وتشوفوا كيفاش ينجح معاكم التشارك. هنايا درت لهم كامل البيض من الفوق، وخليت شغل درت لهم البيض باش كي نعاود نولي نبدا ندير في هذاك اللوز من الفوق لاموند ايفي، لا يكون تيجي هذاك البيض شغل نخدم شويه يلصق لك فاسيلمون ما يعذبكش. فهمتوني؟ هنايا راكم تشوفوا راني عاودت وليت بالوحده وراني نديرهم. شوفوا كيفاش راني نرفد فيهم. راهي قاعده الحبه لاباس بها. علاش؟ خاطش طلعناها للكونجيلاتور. هذه حيله نديروها باش التشارك يعاوننا في الخدمه. شوفوا كيفاش راني نرفد، وكانه الحبه راهي طايبه وهي غير في الكونجيلاتور بركي جمدت. يا ربي ان شاء الله تستفادوا برك من هذا الفيديو، واللي استفادت ولو بالقليل تخلي لي في التعليقات، تقول لي راني جربت ونجح لي. ولا تعليقاتكم هما اللي راح يطلعوا القناة والوصفات يبانوا. هنا شوفوا كيفاش نعاودو نخدموهم، تكون سهلة. هنا العجينة كيما تروليها ترولة، نعاودو كاع نتحفوهم، نبوانتيو لهم الاطراف، سورتو الاطراف هذوك لازم نبوانتيوهم مليح خاطش غادي ينتفخوا شويه. هاي لك شوفوا هنا بعد ما طابت انا كنت طيبت شحال من سنيوه. خاطر كنت قلت لكم هذه طلبيه. هنا انا نحب ندير لهم السكر هكا من فوق، كل واحد كيفاش. انا نحب ندير لهم شويه السكر، نحب نشوف هذاك اللون الابيض هكا يعجبني، كل واحد وكيفاش. كاين بالك اللي ما يحبش يكثر، انا يعجبني كي نشوفوا هكذا. خاطش علاش؟ ومن بعد يبداو نرفدوا فيهم من جهه لجهه. راكم عارفين هذاك السكر يعاود يطيح، ما لكن كثرهم شغل يشد يبقى شاد. وهاي هذه سنين واحده اخرى شفتوا كيفاش يزيدوا ينتفخوا شويه معانا. شفتوا يسمع لي بوانتيوهم في الاطراف. شوفوا هنايا كيفاش راني ندير لهم في السكر. انا يعجبني بزاف السكر هذا كيجي من فوق، وكل وحده ورايها. هنا بالك تقولوا كثرت ولا، بصح انا يعجبني هكذا، يعجبني كي يجي هكا خاطر راح يعاود يطيح منه ويبقى وهنا بركا ويبان بزاف كي راهو في السنيوه. دوك تشوفوهم هنا. شوفوا كيفاش هنايا، شوفوا ما شاء الله كيفاش جاو على حبه. شوفوهم كيفاش جاو على حبه، حبه ما جات مخالفه على اختها، وكانه درتو بالمول. وهما غير برك الميزان وكيباتو ثانيك ما يعاودوش يتجعدوا ثانيك، تحطهم في الكونجيلاتور ثاني كيساعدوكم في الخدمه. هذو هما الحوايج يخلو التشارك يجيكم شباب ويجيكم على حبه ويجيكم مطري. ثاني التبساس تاعو في اليدام اللي نديروه، العبر اللي نديروه تاع اليدام. اذا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. تقاسمت معاكم الطلبيه هذه كي خدمتها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، القليل معليش، المهم تكونوا ديتوا افاده. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وما تبخلونيش بهذيك اللايك اللي وصلت معايا هنا للاخر، على بالي بلي ماشي كامل يوصلوا. اللي وصلت معايا هنا للاخر تخلي لي تعليق معناتها راه عجبها الفيديو. هنا اللي وصلت صافي الفيديو عجبها تخلي لي تعليق وتخلي لي لايك، ولا ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.